بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم عي جميعا في القناة، وكنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم كيك يومي ناجح من اول تجربة، كيجي مسفنج قطني وخفيف كيدوب في الفم، مكونات مضبوطة وناجح من اول تجربة، والاهم انه جد اقتصادي. كما كتشوفوا معايا كيجي قطني غزال وخفيف ديال تحميرة الوجه. جربوه بالصحة والراحة، ما غاديش تندموا. كنتمنى من الله هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنسوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب. ما تبخلوش عليا بواحد جيم، الله يسهل عليكم. وما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا في هذا البول هذا غادي نحتاج واحد الرشه ديال الملحه، وغادي نحتاجو 3 الحبات ديال البيض. الحجم ديالهم يكون كبير ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ. ومن الأحسن البيض جبدوه بواحد الساعة قبل، من الأحسن. الا بغيتو تحصلوا على واحد النتيجة كتكون زوينة. المهم عندنا 3 الحبات ديال البيض، الحجم ديالهم كبير، يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. كنحتاج واحد الكيس من سكر الفاني، وكنحتاج واحد الكاس ديال السكر سنيده. وكنطرب المكونات مزيان حتى كيولي عندي الخليط بهذا الشكل هذا، كيولي ابيض وبحال شكل مايونيز اللون ديالو كيولي. من بعد غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، كاس لاروب ديال الزيت النباتيه. والعبار دائما بالكاس ديال العنبه. الكاس اللي كنعبروا به السكر هو اللي كنعبروا به باقي المكونات. صافي وكنطربوا. بالنسبه للزيت راه كنضيفوا على دفعات، على 3 ديال الخطرات. وانا كنطرب حتى كنكمل هذاك الكاس، حتى كنتحصل على واحد الخليط منسجم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف واحد الياغورت او دانون بالنكهه ديال البنان. صراحه هاد الدانون هذا بالنكهه ديال البنان كيجيب الكيك غزال، كيعطي واحد الريحه في الدار ملي كتكون كطيب هاد الكيكه هذه غزاله. ما نعاودش لكم المهم الريحه زوينه بزاف. المهم جربوه. الا بغيتو ديروا ديال الفاني ديروا. المهم انا غير هذه واحد الملاحظه لاحظتها ملي كنضيف الياغورت ديال البنان، الريحه كتكون غزاله وحتى المذاق ديال الكيك كيجي زوين. المهم من بعد ما ضفت هذاك الياغورت، بالنسبه للدقيق كنحتاجو 2 ديال الكيسان ونص. 2 كيسان ونص، ولكن 2 كيسان ما يكونوش عامرين حتى للفم، يكونوا عامرين عادي وما يكونوش بومبي. 2 كيسان ونص، والعبر دائما بالكاس ديال العنبه. وكنحتاج واحد كاس لاروب ديال الحليب عادي، كاس لاروب ديال الحليب عادي. بالنسبه للحليب والدقيق راه كنضيفو بالتناوب. كنضيف الدقيق، الكاس الاول ديال الدقيق، وكنضيف عليه شويه ديال الحليب، وكنخلط بالضراب اليدوي. غير كنخلط المره الاولى حتى ما كيبقاش يبان ليا داك الدقيق، عاد باش كنطرب باش ما يطيرش ليا داك الدقيق. وبالنسبه للخميره كنحتاجو 2 ديال الخمارات من فئه 8 غرام، غنضيفهم مع النص كاس الاخر ديال الدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا معايا. المهم الدقيق راه كنضيف الكاس الاول، وكنضيف عليه شويه ديال الحليب، كنخلط بالضراب عاد باش كنطرب. ومن بعد عاد واش كنضيف ثاني كاس ثاني، ونفس الطريقه نفس الطريقه اللي درت في الاول هكا حتى كنكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي. دوك 2 كيسان ونص. صافي هنا ملي كملت الدقيق ضروري ما نهبطو دوك الجوانب، ناخدو واحد سباتول ونهبطو دوك الجوانب كيكونوا ناشفين، كيكون فيهم الدقيق. وكنعاود نطرب واحد التطريبه اللي كتكون خفيفه. المهم الدقيق ما يبقاش عندي كتل ديال الدقيق. واخر حاجه غادي نضيف هي واحد ملعقه كبيره ديال الخل. ملعقه كبيره ديال ملعقه ديال الطعام، راه شويه كبيره ديال الخل. صافي وغادي نطرب حتى ينسجم ليا هذا الخل هذا مع الخليط. صافي وفي هاد الاثناء هادي راني دايره الفران كيسخن. المهم غير واحد 3 ديال الدقائق هكا، ماشي بزاف. ما نسخنوش الفران بزاف. المهم انا عندي فران ديال الغاز
كنسخنو غير واحد تقريبا 3 دقائق هكا صافي. هنا عندي هاد المول هذا القطر ديالو 24 سنتيم، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وكنسوسو من داك الفائض ديال الدقيق. بالنسبه للمول من الاحسن دائما وجدوه هو الاول، وجدوا المول هو الاول، دهنوه بالزبده ورشوه بالدقيق وداك الفائض ديال الدقيق حيدوه ودخلوا المول المجمد على ما توجدوا الكيكه. هكا كيدي مولا بكل سهوله، ما كيلصق ما والو كما غتشوفوا معايا في الفيديو. صافي انا ملي خويت الخليط كما قلت لكم القطر ديال المول 24 سنتيم، هاد المولات العاديين هادو موجودين في الاسواق. صافي وكناخذ واحد الكيغدو كندوز على الكيكه من الفوق، كندير هاد الحركه هادي صافي وكندخل الكيكه الفران في الرف الوسطاني على نار اللي كتكون المهم انا النار ما كنديرهاش مهيله وما كنديرهاش مجهده، كنديرها زيدان غيزه على مهيله. كتاخد ليا 45 دقيقه 45 دقيقه. المهم ملي كدوز ديك 40 دقيقه كتبان ليا راه تنفخات طلعات وتشقات بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا، والتحمر بدا كيدور حتى شويه مع الوجه عاد باش كنهبطها لتحت. ردوا ليها البال ملي نهبطوها لتحت حيت كتكون قريبه على العافيه. بالنسبه للبنات اللي عندهم فران بحال ديالي يعني ديال الكاس كتحمر من الوجه صافي وكنخرجها. هنا كيف ما شفتوا معايا ملي خرجتها راه ديموليتها كما قلت لكم ما كتلصق ما والو، كديمولها بكل سهوله تبارك الله وكتجي محمره. شوفوا اللون ديالها كيفاش كيجي غزال. صافي هنا خليتها غير تفات واحد شويه ورشيت عليها غير شويه ديال سكر كلاصي. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو تزينوها زينوها بداكشي اللي كتبغيو. الطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه، انا فضلت انني نخليها هكا عاديه. صافي وهنا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي، تجي غزاله واللون ديالها كيجي غزال من الداخل، ما كتجيش نهائيا اللون ديالها كيجي غامق كيف ما شفتوا معايا. راه السر حتى في الطياب. الكيكه ملي كنخليوها بزاف كنقصوا لها العافيه مهيله وكنخليوها بزاف ديال الوقت في الفران راها كطيب حتى من الداخل، داكشي علاش اللون ديالها كيجي غامق. شوفوا هذه تبارك الله كيفاش جات كلها مجعبه، كتجي على مزيناتها وخفيفه والله العظيم كتجي غزاله. تبعوا هذه الطريقه هذه، خدموها بنفس الطريقه غادي تجيكم فنه بحال هذه. المهم انا هاد الطريقه هذه راه تقريبا معتمده عندي بجميع انواع الكيك اليومي. الكيك العادي كندير هاد الطريقه هذه ودائما كتجيني نفس النتيجه. وكنتمنى لا فيديو ينال اعجابكم. مع السلامه.